آلام العظام وهشاشة العظام ومشاكل العظام بشكل عام مش علاجها انك تاخد مسكنات وتنسى الموضوع. الفيرست لاين او اول حاجة تعملها هي انك تكون متأكد ان العناصر اللي عظمك محتاجها موجودة في الروتين الغذائي بتاعك، بالاضافة الى ان العادات السيئة اللي ممكن تأثر على عظمك تبعد عنها تماما. يعني اول حاجة تكون حريص ان فيتامين دي والكالسيوم وفيتامين بي 12 يكونوا موجودين في الاكل بتاعك بشكل يومي، والاكل ده عبارة عن منتجات الالبان والسمك والبيض والسبانخ. الاربع حاجات دول موجود فيهم الثلاث عناصر دي. اما العادات السيئة فاول حاجة هي السوفت درينكس او الصودا والمشروبات الغازية. وما تقوليش دايت او من غير دايت، العظم ملوش دعوه بالكلام دوت. اغلب الابحاث لقيت ان المشروبات الغازيه بتقلل كثافه العظم، الى جانب ان هي ممكن تتسبب في السمنه، ودي حاجه تاني. السمنه او الوزن الزايد عن الحد بيعمل حمل زياده على الهيكل بتاعك او على العظم بتاعك، واكتر حاجه ممكن تتاثر هي مفاصل الركبه. حاجه تاني هي قله الحركه. لو انت شخص موظف وبتشتغل على مكتب طول اليوم او بتقعد قصاد الكمبيوتر طول اليوم مثلا، وبتروح الشغل بعربيه وبتيجي بعربيه، دي مشكله كبيره. قله الحركه مع الوقت بتقلل كثافه العظم وبتزود التيبسات اللي عند المفاصل وبتزود الام الظهر ومشاكل العمود الفقري بشكل عام. رابع عاده سيئه هي انك تكون بتستخدم الموبايل فترات طويله وانت قاعد غلط. اللي هيحصل مع الوقت هو انحناء والم في الرقبه، الى جانب انه هيحصل تشوه في منطقه الكتف دي. مشاكل العظم علاجها انك تغير اسلوب حياتك، مش مجرد برشامه بتاخدها ومع الوقت ممكن تاثر على كليتك والكبد بتاعك.